السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير يا ربي. مرحبا بكم في قناتي قناه صدى امينه دي زاد. اللي دخلوا جديد في قناتي لكم مرحبا بكم، اللي مازالوا ما اشتركوش في القناه اشتركوا، فعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد. لنا كما راكم تشوفوا الدنيا داخله في بعضها، حبيت انا ثاني نكمل عليها نزيد نصور لكم تشوفوا معايا. لان كما راكم تشوفوا الدار في حاله صبغنا مع كما نقول لكم صبغنا غير زوج الحوايج هذو، صبغنا البيت والهو صبغنا له البلافو تاعو ولا والصالو. بصح الدنيا تحلت، ما عنديش شنو نقول لكم. وانا كنت في حاله ما تصوروش كيفاه كنت ندير في الكاطو. لهنا لمينا كلش في بيت وحده كما راكم تشوفوا لهنا، وخداو خليناهم يصبغوا. ولهنا كان تما توجد في الحميس تاع العرس اخويا. نديروا بشويه كونتيتي سما لهنا نديروا الحميس حنا في العراس تاعنا، سيرتو كي حد يدير شخشوخه. لهنا جبنا خويا الكاطو وطلع طيب قهوه خلينا نشربوها من جات تجي. المهم كما نقولوا قعدوا ريصالنا بها. لهنا انا كنت وجدت المخبز تاعي، الحق وجدته من قبل كما نقولوا طيبته البارح، وغدوه الصباح بديت نخدم فيه. لهنا كما نقولوا عم سيقونا الاولاد اللي صبغوا مع خويا، سيقوا هنا يعني نطويه والحلبيه وخلاوها تشيح. انا جيت نضرب طلاق مع من هنا مع خويا قال لي خلي ما تصورينيش دوك نصورك. كما راكم تشوفوا لهنا خرجت الدنيا ما شاء الله. راكم تشوفوا كانوا لي كولار ما كانوش عاجبيننا، لان ما تصورش كيف كنت فرحانه ببيتي كي تصبغت. قلت لهم زدتوا نتوما صبغتوا كملوا زيدوا ركبوا لي الفيديوهات، ركبوا لي بانو تاعنا ودرت خليتها تشيح في عقلها. هنا رحت درت النوع تاع الكاطو الاخر، ولهنا كملت مع الحميس خلاتو برد وحطيته لهنا للعرس. سمحنا بالعرس تاعنا قريب، ما كانتش كاك واحد قولي 18 يوم كاك ويجي العرس اخويا فما. ولهنا هذا الفيديو صورته محسوب في سبتمبر يعني 28 ولا 25 ما نكذب عليكم. المهم صورت الفيديو قلت نهز لكم مقتطفات. كيما راكم تشوفوا لهنا الصباح نص يعني يد في الكاطو يد مع الدار. كتعرفي كي تعود مرونه الدار لازم الانسان يلمها ما يخليهاش هكاك. لهنا صبت نو دارت حاله قلت نصور لكم ثاني. كما راكم تشوفوا رجعت لبيتي باش كي نقولوا حنا نفرشها نحي الضغط من البيوت الاخرين باش تتفرز الدار ويعرف الانسان واش قاعد يدير واش مش قاعد يدير. ولهنا انا كنت ندير في الكاطوات الحق تاع عمتي مش كوموند يعني. سما كلفتني ندير لها حلاوات، وسما كي تعرفي كي يعود العرس الدار يعني سما ما تقدريش هكا لازم كي نقولوا حنا توفقي بين دارك والعرس. كما راكم تشوفوا لهنا فرشت بيتي نستنى كما نقولوا نركح حالي. كم تعرفوا كي يعدي الانسان يعود عندكم عرس ولا الانسان يدخل في ضغط كبير. المهم يعني فرشت البيت تاعي ان شاء الله كي نكمل نرتبها كامل ونشيل حوايج جدد ولا هاني نشارك معكم ان شاء الله. هذا اللي قدرت. نقولوا لي الانسان بالنفحات. المهم كما راكم تشوفوا فرشت البيت تاعي لهنا. كما راكم تشوفوا ضوات بهات يعني عاد على كيف نايره. كما راكم تشوفوا لهنا كملتها خليتها هكا يعني قاعدين نوما نتعاونوا بشويه يعني نرجعوا الحوايج بشويه. لان كما راكم تشوفوا الخزانه الصالون ثاني فرغنا الماء اللي فيها كامل ولازم لها هي مسحه كما تعرفوا الصبغه وكلش، ونغسلوا الماء اللي فيها كما تعرفوا الماء تاع العراس اللي تتخبيا كما تعرفوا غسلناهم كامل. ولهنا رجعت للصابلي تاعي حطيته كيما هكا باش نزينو نديكوري باش نحطو في الكيسات. لهنا طول نسهر للساعتين باش نخلص يعني شنو نقول لكم تاع حلوفه. المهم يعني زدت خلطتها الصبغه وكما نقولوا لا والحمد لله وخلا. كما راكم تشوفوا لهنا ديكوريت رجعت للنوعيه الثانيه باش غدوه كي نحط لي كيسات ضربه واحده ونخبي. لهنا الحق قلت لما بقى هذا الكاطو مسبغتش بالدوري تاعو الريشات، قلت لها عاونيني فيه. الحمد لله نلقى ميمتي من حتى واحد. الصباح ثاني كي زدنا رجعنا الحوايج لهنا باش نرجع نخبيهم انا نسطاليهم ونديكوريت الكاطو تاعي هذا. المهم رجعنا بعض الحوايج لبلايصهم، بقانا غير كما نقولوا لنا الصالو باش نرجعوا له حويجاتو. انا ثاني درت الغروبيه رجعت كلش قلت لكم من بلاصتهم الحوايج يعني حطيتهم في كيسات. يعني الخدمه هذه تدي اليد ما تصوروش كيفاه. يعني صح الانسان يشتي يخدم الحاجه هذه بصح ساعات يعود الانسان غلبان وتعبان ربي يقدر وخلاص. هذا مكان حطيت الحوايج كامل في بلايصهم كما راكم تشوفوا باش نديهم لمولاتهم. والحمد لله يعني عقب العرس عقب كلش بقات غير هدا كما راكم تشوفوا انا نشتي نسطالي كلش وكلش نحطو في بلاصتو. لهنا كما راكم تشوفوا حطيتهم في البايت تاعهم. ولا هنا درت لها حوايج الشوره ثاني
حطيتهم له هكاك نديهم في يدي، لان كيما راكم تشوفوني قاعده نصور لكم فرصه شويه. المهم ما خديتش الماء في الارض. لميت الحاله. بعد قلت نمسح الصالو تاعنا، لهنا كيما رحنا للشارع خلصنا، وليت قلت نمسح الصالو تاعنا باش نرجع الحوايج تاعو، زيد تفرغ البيت اللي منيها باش هذاك هو حنا ثاني نفرزوا حوالنا. كان فما العرس تاع خويا ما بقالوش بزاف، يعني اسمع الانسان باش يصطالي روحه، وياكم تعرفوا الدار كي يعود عندها فيها عرس كي تعرفي الخرجات هذيك ناقصه زايده، ضغط كبير تاع العرس. وكي يعدي عليكم العرس كانكم ما درتوا عرس ما والو. الشيء هذاك الجريات كامل يتعب عليه من الانسان شهر وشهرين، ومن بعد خاصك يعدي العرس والله كانك ما درتيش عرس. كما راكم تشوفوا انا وما ديما نتعاونوا، يعني نخدموا بعضنا. وعندي بزاف يعني صراحه ما حطيتش فيديو، قلت لي ما لا هاني هكا نصور هكا كيعود العبد راكح حمرات تاعو مليح وكل شيء، يهز لقطات نقولوا يركبهم في بعضهم ويحطهم ينشرهم. المهم كيما نقولوا اللي يحبني وكي نقولوا حنا يحب يتبعني او يستنى الفيديوهات تاعي اكيد باش نحطهم وننشرهم ان شاء الله يا ربي. كي نقولوا حنا ساعه الانسان يرجع لقناته باش ينشر فيها، هذا وقته وهذا ضغط وكم تعرفوا. كما راكم تشوفوا لهنا فرز الصالو تاعنا بدا يبان شويه، بداو يبانوا حوالو. المهم كما نقولوا حنا اللي قبل يعني ما جا اوصل للعرس كنا فرزنا الدنيا، الله رجعنا كلش لبلاصتو. سما حاجه كنقولوا حنا ما خليناها، يعني سما قلت لهم جات لينا الفحاله امسح فرز دير كلش. المهم كما راكم تشوفونا ليسونسيال صبغنا نحينا لي كولار هذاك اللي كانوا مهمش ملاح، كانوا شغل مغمين الدنيا. دوكا وين بانت الدنيا باللي بيان. ما عليا غير نقول لكم مع السلامه وتهلاو في رواحكم، ان شاء الله مع فيديوهات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.